أيهما أفضل، أمريكي أم أوروبا من حيث الحياة وفرص العمل؟ بص يا صاحبي، أنا هكلمك حسب إحصاءات وحسب الناس اللي عاشت هني وعاشت هناك. في 2008 كان الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد الأوروبي ماشيين مع بعض في الأزمة العالمية اللي حصلت في 2008، بس الاقتصاد الأمريكي تعافى وبسرعة ونهض، وحاليا الاقتصاد الامريكي مقدر ب 25 تريليون دولار، اما الاقتصاد الاوروبي 19 تريليون دولار. يعني معنى ذلك امريكا افضل. امريكا مع تشجع على فرص العمل. عندك في اوروبا انك انت تشتغل لحسابك صعب جدا، يعني انت لو عايز تشتغل سواق تاكسي في اوروبا ما تقعد سنتين عشان تطلع لايسنس وتشتغل، بحيث امريكا هنا بسهوله جدا تحصل على لايسنس وبسهوله جدا تفتح اي بزنس. امريكا مع تدعمك. امريكا حاليا عندها اكتفاء ذاتي في النفط من حيث النفط الصخري. اوروبا مع تعاني، واحنا شفنا الموضوع دي في احداث كورونا. فامريكا افضل بكتير. امريكا من الناحيه الاسريه مع تدي القوه للاسره بحيث تحافظ على ابنائه. الطفل هنا او المراهق ما يقدرش يطلع من حضن اهله بعد الا لما يكمل 18 سنه. اما في اوروبا ممكن 16 سنه مع يطلع، ومع يتدخل تدخل صريح في الحياه الاسريه، بحيث ما يسموهم هناك الدوله، يسموا الدوله الاوروبيه النوني سيت. وامريكا توغلت وبقوه في اوروبا من حيث الشركات بتاعت امازون وابل ومايكروسوفت. فامريكا افضل. والذكاء الاصطناعي وما ادراك ما الذكاء الاصطناعي، فامريكا افضل بكتير.